مذهب ثاني، قلت لهم باقوا على قلوبكم وراح نسوي التغيير وراح نسوي الانقلاب على الازهر. قلتم هذا ولد الازهر، هذا ابن الكلب ما كفر داعش. تتهم هنا، تتهم، ما تكون كفر متهم، داعش. معرض للاتهام. والله لا توافقون الراي يا اخواني، والله بس توافقون اسمعوني، الراي والله انا العظيم. ما اتشيع. اسمعني يا اخ ديار، انا اول واحد يوافقك الراي. اسمعني ديار اخوي ديار. تفضل استاذ. استاذ ديار، انت هنا تكون بموضع الاتهام اذا تتكلم هذا الكلام. يا اخوان هذا من اللي يكتمني؟ صديق كذب، ليش تكتموني؟ جهال احنا؟ المشرفين ليش جاي تكتمون يعني؟ ماكو هيك. يا عيب هذا الحكي، هاي الكتم عيب. تنجر الله. اخي ديار، صلوا على محمد فقط. انا اتفق معاك، واتفق معاك، اسمعني. انا رجل شيعي رافضي قبوري، اتفق معاك بكل اللي تقوله جملة وتفصيلا بدون مجاملة. افتهمت اللي بداخلك شنو، وتبقى على سنيتك وتبقى على مذهبك مضبوط، وهذه احلى انقلاب لو وافقوك مليون شاب من الامه الاسلاميه. انت شوف الجموع الغفيره اللي بلشت تأيدني. نعم، على كل في جموع غفيره بلشت تأيدني نعم. من اهل السنه والجماعه. حبيبي نعم. يزيد على غلط، البخاري على غلط، الزواج الطفله غلط، كله غلط. هواي اخطاء بالدين الاسلامي غلط هواي. نعم محرم. مولانا فقط هذا منو؟ هذا نبين في ابن تيميه، هذا اللي يسمي لي يا شيخ الاسلام، هذا المطي المجرم في باب الفتاوى. لك ذبح واحد تحت المنبر بس علشان قال اللهم اني نويت ان اصلي صلاه العصر. ليش تغلط عن المطي؟ فطيس مات في فطيس بالسجون، اليوم يسوي ليش تغلط عن المطي؟ يا شيخ الاسلام. اعتذر. طبعا احنا خلينا ناخذ هذا الموضوع كجانب حقيقي يعني. الأخ هو يعني شاف أنهم أكو بعض المباحث الفقهية التي يتعرض لها علماء أهل السنة وفيها فتاوى فاضحة طيب ومشينة حقيقة، وهذه الفتاوى طبعا علماء الشيعة مو ما تعرضوا لا. إذا نرجع إلى سيرة علماء الشيعة، بل حتى علماء الشيعة كانوا معترضين على هذه الفتاوى لبعض علماء أهل السنة. وأبسط مثال ما فعله الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه، صاحب الحوزة اللي هي حوزة حسين الحلي في النجف الأشرف، وتعرض على مجموعة من علماء أهل السنة في سبب فتاواهم. يقول لهم أنتم هذه الفتاوى الآن اللي تعرضوها هذه فتاوى مصيبة يعني، لا يقبلها قرآن، لا يقبلها سنة نبوية، لا يقبلها عقل. فنعم هذا بالعكس شيء جيد، وأنا أدعم الأخ، أنا مع الأخ في طرح هذا. والله أنا معاه من المهدي إلى اللحد. فقط مولانا أنا أمون على أخوالي العراقيين بإنه ينطوني 3 دقائق. أمون على أخوالي العراقيين. لك 10 دقائق والله. أنا بشواربكم. أمي قالت لي العفو تفضل. العفو. أمي قالت لي بتروح على أخوالك العراقيين ما راح يردوك خايب، والبعض يقدموني على الشيخ أحمد الإمامي وعلى حضراتكم وأكا من جروب شيعي. شوف أنا طرحي في بثوثي شو بسوي. ابشر لك 3 دقائق كبير. شوف يا جماعة الخير، أنا في عندي حديث في البخاري رقم الحديث 5255. أنا بس فقط راح أستعرض لك شنو الأسلوب اللي فايت فيه عليهم وكيف أنا أستفزهم وأضيف الحس الساخر. شوف، طبعا نحن ننزه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ففي حديث رقم 5255 صحيح البخاري، خلاصة حكم المحدث صحيح يعني اجمعت الأمة عليه. يقول إنه شاف الرسول مرأة اسمها أميمة بنت النعمان، فقال لها هبي لي نفسك، محتاجك. حاشا لرسول الله إذا طشلها يصشمها تحرش جنسي. فهي ترد عليه فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ أيبا توهين الرسول. طيب قال فأهوى ليضع يده عليها فتسكن، يريد يلطشها الرسول. فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاذ، ثم خرج. انت بتعرف حجم المصيبة اللي موجودة بهذا الحديث؟ انت قاعد تصور لي سيد ولدي آدم بلا فخر على انه مراهق قاعد يتحرش بمرأة.
انطيني نفسك ليله. هذا الكلام ما لازم يظل، وهل تهب نفسه السوقه. هذا بالنسبه لشخصيته هيك. واحاديث كثيره عن الجنس. حدث شاف مره بالشارع واشتهاها وفات ويا زوجته بخيالاته، وطلع على اصحابه وقال له المراه تدبر بشيطان وتقبل بشيطان، واي واحد خيل على وحده خليه يفوت على مرته ويتخيلها. هاي حديث. انا عندي ملف الجنس على جنب، عندي ملف هسه شنو الطعن في نظافه رسول الله. اسمع والعياذ بالله. يقول لك رقم الحديث 374، خلاصه حكم المحدث صحيح اللي أخرجه صحيح مسلم، الراوي عبد الله بن عباس بنفسه. هسه هو راح يتحدث. شوف شو يقول لك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته بالخلاء نمبر 2. إيه خلص وإجا 3 حجارات. وإحنا بتعرف النظافة بزمنهم مو مثل بزمننا، احنا حمامنا يعني شوي متطور، فما بالك هم. فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. يا حبيبي، يعني حضرتك انت يا البخاري ومسلم ده تقولوا لي انه الرسول ما كان نظيف. انت شو الفائدة بتحط لي هذا الحديث؟ انت بدك تشككني في نظافة رسول الله؟ انت بتعرف لما حدا يسوي نمبر 1 في الحمام ويطلع واحنا قاعدين وما مغسل ايده بنقرف من عنده، فما بالك نمبر 2 وب3 حجارات. هذا الكلام طعن مرفوض. يعني شنو مرفوض ديار؟ أنا لا أناظر، أنا أطالب. جيلي يحاكم هذا الجيل المغيب. يا أولاد الطوط. وشتمت، قلت لهم هذا سبب إلحاد الأمة. أنا لا أناظرك حبيبي، مش على كيف أمك. راح تشيلوا وإلا والله وإلكم منا قبضة شارب، إلا نثور عليكم ثورة فكرية ونعزلكم. لازم يتم عزلهم، والتاريخ راح يكتب أنتم مجرمون قتلة، أجهضتم ثوراتنا، حضارتنا، أجهضتم فينا كل شيء. الله لا يوفقكم لا الدنيا ولا آخرة. بس ويؤكد لي العفو من حضرتك. الحديث الأخير اللي أنا أريد أن أستعرضه على حضراتكم طعن بالثوابت. هسه راح يضرب أم العقيدة. ما ظل نعم. أنا عم بستعرض لك شخصيتي أمام الكاميرا وطرحي، وراها أنت تقدر هل هذا الشاب اللي هو أمامنا يجب أن يتم دعمه بسرعة لو لا. أنا عندي مشروع. قال أبي بن كعب، هذا معروف لا تناقش فيه، متسائلا كأيا تقرؤون سورة الأحزاب أو كأيا تعدوها؟ إيش قد سورة الأحزاب عندكم؟ قال قلت له 73 آية. فقال قاط بس. ليش أكثر يا حبيبي؟ أنا عندي بالقرآن بتقول لي 73 آية، أنت شو بدك تحكي؟ ليش حضرتك؟ تفضل شو عندك؟ فبقول لقد رأيتها والله وإنها لتعادل سورة البقرة، وقرأت فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما إلى نهاية الآية. أنت بتعرف وين المشكلة اللي انحطت علي أنا المشكلة العويصة. أنت بتقول لي سورة الأحزاب 73 آية، لو أقحمت الدالة الرياضية وعملت حساباتي فبكل بساطة بطلع عندي 213 آية نقص. الله لا يوفقك. مين اللي كلم هذا الكلام؟ عبد الله بن أحمد في مسنده، الإمام أحمد في مسنده، زوائد المسند 21207، والمصنف والمستدرك على الصحيحين، وفي السنن تخريجات خير الله. هسه ابن كثير شو بقول لي؟ اعطيني دقيقة عجبني. بقول لي في صفحة 335 الجزء الثالث، هذا إسناد صحيح لا مغمز فيه. في نقص بالقرآن. اعطيني دقيقة عجبني. حياك انا الاول لما انا اللي من فوق واحد على اكتم. خليك كمل. ليش تقاطعني؟ اخذت من وقتي 10 ثواني. ضيف لي اياها. شوف استاذ ديار، ارجع اقول لك نفس الكلام، واتمنى كلامي يكون واضح. انا وياك ضد اهل السنه وضد هذا الموروث الخايس، حشاك وحشا السامعين. لكن شلون راح يكون هذا؟ راح يكون بالمناظرات اثناء ما تتكلم في. لا انا ضد الموروث. تفضل استاذ.
اي هو جاي نتكلم عن الموروث الروائي. فهنا القضية أنا راح أساندك، لكن بقضية ثانوية. إذا تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عصمة مطلقة، لكن في كتاب أهل السنة عندما جاء في حديث أن رسول الله يقول هبي لي نفسك، هذه تجرد العصمة من رسول الله صلى الله عليه وآله. هو أعرض عن الأعمى، هذه في كتب أهل السنة أيضا، هذا مو صحيح. لكن أنت شلون راح تواجه أهل السنة؟ راح يقول لك أنت بشنو تعتقد؟ انا اريد اوافقك. راح لو انت شيعي، لو انت صوفي، لو انت يزيدي، لو انت ذن واحد من المذاهب، اذا تقول له انا سني واريد اضرب المنهج مالتي، هذا ما يناظرك ولا يتكلم وياك اطلاقا. فاني اقول لك انا اوافقك الراي، لكن انت شوف لك اتجاه معين حتى شنو المقابل يحتاج عليك به وانت ترده. جزاك الله خير الجزاء، ولا تتطرق للفقه قبل العقيده. تفضل. ما راح الزم نفسي بشيء، ولا راح احط قاعده عليه. هو مدان وهو ما دخلوا في يمينه. ديار فهمت اللعبه اسمع وين؟ كلامي، اذا الزمته في نفسي راح يرمي الطوبه وين بس عندي اسمع في كلامي، اسمع هذا يظل في كلامي، قرارة نفسي بيني وبين الله. اسمع كلامي يا ديار، اسمعني حبيبي، اسمعني. هسه انت الان انكرت دين السنه بالكامل، ام لا عندك مو صحيح، مو صحيح. بعد ماذا؟ انا سني استاذ الفاضل. انا نعم. عندي مشكله اشكال على بعض الاحاديث والروايات، انا اطالب باستئصالها. يعني انت لا تزال تاخذ من البخاري ومسلم لكن بمزاجك. انتقي الكرز. موضوع انه البخاري ثاني اصح كتاب بعد القران الكريم، هذه لازم تنضرب القوله. ثاني اصح كتاب بعد القران الكريم هو كتاب خليني اكمل الكلمه. انت الان تقول انا سني، وسالتك صلاتك من البخاري ومسلم، كيف تصلي من البخاري ومسلم؟ لا يوجد. انا عندي حديث واحد بكل السنه، بكل البخاري، الكتب السته كلها، ما عندي بوصف للصلاه. شو رايك؟ الصلاه خذيتها. شلون تصلي انت؟ شلون تصلي؟ من انت مثل ما ابوك قال لك، انا ابوي قال لي ما يعني عندنا الصلاه اسمع يعني ما اخذ الصلاه بالتواتر؟ ما بحثت كيف كان رسول الله يصلي؟ صلوا كما رايتموني انا اصلي. ما عندي احاديث، ما عندي اصلا بالبخاري. يا اخي اذا ما عندك احاديث غير تبحث عن الحقيقه وين؟ مو هسه مو وقتها. انا عندي مشكله اكبر. احنا نريد نتحرر من ايثار الموروث الذي اختال بوحش الايديولوجيه عقولنا الغير مستقله. اصبحنا هذا الموروث. انت بتتكلم على شغله متقدمه بالمستقبل هاي يتقدم فيها. انت الان تنكر 70% من البخاري، 80% كم تنكر؟ نو مش لهالدرجه، لا، بس تقريبا خلينا نقول 60%. اي تنكر 60%. هاي ال 40% اللي بقت صحيحه لو هم مو صحيحه؟ قابل للتوزين. قابل. نعم. استاذ موضوع أنا أريد أن أنصحه فقط، نصيحة فقط. اسمع، نصيحة، أنا ما عندي بعد كلمتين بس، وأنت لأنه لو تأخذ بالنصيحة ما تأخذ. أنت الآن نص ونص بالبخاري، 70% مدري إيش. بابا ابحث عن الفرقة الناجية. هذا الكلام كله ما يفيدك. الآن عندك علاء المصري صاحب هذا البث تشيع وهو من جمهورية مصر بدون أن يقرأ كتب الشيعة، مجرد شاف البخاري ومسلم. بتسمعني أنت؟ نعم. أنت الآن ابحث، هل بحثت عن الفرقة الناجية؟ حديث الفرقة الناجية بحثت عنه؟ راح أدور عليه، راح أدور إن شاء الله. اسألنا احنا نجاوبك. ديار اقرا شنو كتبت لك جو. استاذي انت بتحكي مع شاب مستقل، هذا ما بروح بسأل. لا حبيبي، انا بروح ببحث. صدق انت مستقل. انا جوابك ولا جوابه ولا جواب هذا. انت وين حتبحث؟ وين حتبحث؟ ديار المسلم وين حتبحث؟ وين افتح الكتب؟ انت دون وري، يعني لا تقلق بهذا الموضوع، ان شاء الله راح نوصل للحقائق. بس انا عندي مشكله. انا الساده الافاضل افتهموني، انا عندي مشكله اكبر من اللي بتحكي فيه. لا، انا عندي مصيبه. آخر سؤال. الامه
منحطة حضاريا، بل لا تشعر لا تألم لحجم انحطاطها الحضاري. شبابنا لا يكتشف، لا يخترع، لا يفكر، مغتال بوحش الأيديولوجية، غير مستقل بسبب سلام الموروث. عليكم وانت ديار، تقول لي شلونك؟ ابحث عن الفرقة الناجية. خل اخلص نفسي اول شيء يا استاذ. ديار تريد تخلص نفسك؟ تريد تخلص نفسك؟ حبيب قلبي، انت بس اهدأ شوية، انا اعرف حركتك. انا صراحة حسب يعني حسب فكري ايد هذا الرجل الفكرة، وما اقول له ابحث عن شيء ودور عن شيء، لان هو رجل ما دام وصل لهاي المرحلة وانتفض على دينهم معناها رجل ذكي، ما سلم علما، ما سلم للموروث مثل ما يقولون، سلم العقله، شاف عقله ما يستلم هاي الاحاديث. زين، فاني ايده هذا الشخص واخليه على راحته. هو ما دام وصل لهاي المرحله راح يبحث وراها عن الفرقه الناجيه وراح يصير بيها. انا اجزم هذا الكلام وايده، وابقى على حركتك هاي وانتفض مثل ما تحب. زين، انا هذا رايي، بعد راي الى الاخوه ما اعرف. في الداخل السني كشبابنا احنا لازم يثور حبيبي. فكريا احنا لازم نتحرر من اسر هذا الموروث اللعين الذي دمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غيب العقول. انت اصلا لازم ما تقول لي هسه مو وقت الفرقه الناجيه، لا استنى. انا في عندي هسه جهاد، انا سميته جهاد على فكره، في تنزيه رسول الله، في اولويات عندي، في انه شلون اتحرر من الارهاب وداعش خلايا. لك انت تعرف انا في عندي حديث بالبخاري بيقول لي من لم يغزو ومات على من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة نفاق. انت تعرف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام اي واحد يؤمن بالبخاري من الجلده للجلده يجب على المخابرات انه تلقي نظره على تصرفاته. هذا قاعد يربي دعدوش صغير في داخله، هذا راح يموت على شعبة نفاق إذا ما يحدث نفسه بالغزو. خطير هذا الحديث. طيب بطريس مولانا، اذا كلامه بهذه مولانا المعلومه صح، اذا اعتذر. منتبه لنلزمهم حبيبي كرار، عفوا تفضل. مولانا، مولانا بطريسة، الله يرعاكم. مولانا أريد دقيقتين للأمانة، الله يرعاكم، الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا في قضية كلام الأخ الله يحفظه ويرعاه، أنا ما عندي مشكلة، خلي الأخ يبحث بحاله، خلي، ما فيها أي مشكلة، بالعكس هذا شيء جميل. هو شيء يريد، هو عنده فكرة طيب في عقله أنه يريد يصحح الموروث اللي هو عليه. يقول أنا هذا الموروث اللي أنا الآن أعتقد فيه أريد أصححه، أنه أكو أخبار في هذا الموروث أنا أريد أشتق هذه الأخبار وأحذفها. هذه لأن أخبار فيها إساءة للنبي صلى الله عليه وآله، فيها إساءة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فيها إساءة كذا كذا إلى آخره. طيب، هو هذا فكرته، وأنا أنصحه خلي يكثر من المباحث التاريخية، لأن راح يشوف. كرار الإمامي. نعم أخوي، هذا تنزيه تفضل. تلك الحقبة الزمنية وإحقاق الحق وبالإضافة إلى ذلك زماني. هذه أحسنت. الأحاديث تجعلني منحط حضاريا. صحيح، خطيرة أعتقد هذا لك أحد. فعلا صحيح، أحسنتم. وأنا أنصح الأخ في أنه يقرأ أكثر ويدرس أكثر عن الأحداث التاريخية، لأن راح يشوف فيها مصائب، مو فقط الفقه، لا الفقه هم فيه مصائب. أنا عندي فتاوى لبعض علماء أهل السنة من كبارهم والله يجوزون الحشيش يجوزوه، يقولوا لك عادي حلال أنه أنت تشربه طبيعي إن شاء الله. والله توجد مصائب قسما بالقرآن، لكن هذا الكلام كن على ثقة لو قدامك شكل خطورة، فلذلك اضطر انه افتاء. ليش؟ لك انا فايت مو بس بقلب الموروث، انا غطيت ايدي هيك في الداخل، طلعت كبشه من الحماقات واللا نضوجيات والازدراءات. لكن اللي قدامك ترى عنده ملفات، الله وكيلك، الله يستر راح يطلع بلاوي. فكون على ثقة. أنت عندك قناة على اليوتيوب؟ يعني انت ديار ترى جديد على الساحه الصراحه، يعني ديار كان ملحد وصار مسلم. يعني طيب، ديار انت هسه من غطيت ايدك وطلعت يعني مثل هذا اللي مولاي حسين بس عائشه. مولاي حسين اعتذر. بس هسه شو رايك تشرج عليك؟ طيب زين، انا انصح الاخ انه يخلي يسوي قناه على اليوتيوب، وفعلا هذه القناه راح تكون مفيده، انه اكثر الشباب اللي راح يستمعون اليه راح يسمعون هذه المباحث. قرار صلوا على محمد وآله. بس الجوال لازم اقول كلمه،
من خصوص دقيقة، أنا أقول كلمة للضيف، أقول كلمة للضيف بما إنه بس فد لحظة يا اخواني، ما اريد يصير شوي على ننصح المصري من بشيء. فضلكم. هو أساسا سندريلا، يعني لحظة الإنسان عمو قبل ما عمو يقول لحظة بس أقول كلمة بعدين أنقل. سندريلا، أنا لحظة عندي بابا، جملة. لحظة بس، لحظة استاذ علاء المصري تسمعني؟ لحظة ويا علاء ويا صاحب بس عندي قضية. استاذ لانه سيدات اولا. لحظة خليها بس تتكلم، بدي لا ندردش شوي خليها على المصري تتكلم نعطيها يا مداخلة. جماعة خليها تتكلم، ادوها الوقت وانا بعد ماشي استاذ علاء ادوها الوقت. بس طيب يابا هو وأنا وقت كرار ما كامل، غير تخلون كرار يكمل. ايش ثواني بيكم؟ بس ويا علاء المصري. لحظة يا اخواني، لحظة خارج الموضوع. اي ثواني خارج الموضوع. استاذ علاء اخويا حبيبي تسمعني؟ تفضل شيء، تفضل. الاخت مريم علي بالانجليزي خطيه دخلت لي مقهوره تقول كتبوني بغير ذنب. لا مش بغير ذنب، بذنب. انا اللي كتمتها، انا معترف بذنبي لان هي بتقلص على الراجل الموجود. ها هي خلاص. اي صح. راجل ضيف عندنا وبتقلص عليه. ضيف عندي في بسي وضيف عندي في بسي وبتتريق عليه. اقول لها ايه؟ يديكم بس. تفضل سندريلا. أنا أريد أسألك سؤال. طبعا أهلا بيك، إحنا الشيعة نرحب بالضيف وما نهينه، بس أكو تناقض أنا شفته من خلال كلامك. أولا بما أنه حضرتك مسوي بحث كبير ومكتشف كل هاي الأمور في مذهبك هذا، وتعرف أن الصحيح عندنا إحنا الشيعة وأنه عندهم هم السنة، كل هذا لا انا ما قلت الصحيح عندك استاذه. مش لا صحيح. ما سويت بحث. انا اول ما دخلت قلت لي مآخذ كثيره عن مذهب الشيعة. كلامي وبعدين عقب. لا ما احب احد يقاطعني على مداني، هم ما اقاطعك كل شويه لو سمحت. انا أكمل فقط كلامي أصحح. ثم عقب. انا اصحح لك استاذه، انا ما قلت انه الحق عندي. انا اعرف شنو الصحيح من الغلط، انا احسن انا من لا انا عن اعتقادي انا لاني اعتقد على المذهب الصحيح ولا خل اكمل كلامي. لا تقاطعني. الانسان اللي يكون يعني متعلم ودارس في الخارج كما حضرتك في الخارج يكون عنده اسلوب في الحوار واحترام الحوار. اولا مو انت استاذه انت تتقولين علي تقولين انه انا قلت انه الحق في مذهبك. انا ما قلت. من الصبح العشاء. مو انا ما قلت هاي الكلمه، انت راح تسجل علي كلمه مو صحيحه. انا ما قلت انه انا قلت انه الحق في مذهبك. اوكي، يعني الحق ما موجود لا عند الشيعة ولا عند السنة. عندك افضليه. لا هو اعترف مرتين، قال الحق عنده. عندك افضليه بس ما قلت الحق عندك. انا عندي مآخذ كثير. شنو الافضليه من الاحقيه؟ شنو الافضليه؟ مو قال عندكم افضليه؟ استاذي عشان بس التسجيل، الافضليه عندك بالاولى انك انت تغار على عرض رسول الله، وللاسف احنا مغيبين رايحين ب60 دايه. والثانيه انت انتقدت حديث، انا اذا ضربت لك حديث عندك وانت شفته يختلف ويا القران او ويا العقل انت تضربه بعرض الحائط، وهذا ما موجود في مذهبي، فهاي افضليتين تنحسب لك. تمام زين. بما انك اكتشفت كل هذا في مذهبك وجاي اليوم وفرحان ومسوي نفسك شجاع ومطلع اوراق وكذا خلينا اطلع انا. يلا يا شباب نشوفكم على خير. السلام عليكم. خلينا نطلع فرحان وشجاع. من كان موقفه ليش؟ شنو السبب؟